هنعمل شوية قرص بتاعة الفران ام سكر وقرفة جميلة. بصوا والطروة بصوا اكنك اهو. بصي والله طرية جدا، وعملنا منها بالعجوة طرية. بصوا شايفين؟ بصوا ما شاء الله اللهم بارك. شوف الكمية دي كلها لو تشتريها بكام؟ ما شاء الله اللهم بارك. عملنا 24 قرصة بنص كيلو دقيق بس، ولا حاطين لبن بودر ولا حاطين لبن سايب، بميه وخميره زي الفران بالظبط. مش هتجيبي اي حاجه، كل حاجه من عندك في البيت. كل اللي هتشتريه نص كيلو دقيق. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. بس ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي دي حياتي وده شغلي. بحبكم في الله. يلا بينا. المقادير بتاعتنا كلها سهله وبسيطه. معانا كوبايه من الميه هننزل عليها ب3 معالق كبار سكر ومعلقه كبيره من الخميره البيره. اللي عارفني انا بحب استخدم خميره بيره، ممكن تستخدمي خميره فوريه مفيش مشكله. هننزل عليهم بربع كوبايه زيت ومش هنستناهم يخمروا، هننزل على طول في العجان بتاعنا. هننزل في العجان بنص كيلو من الدقيق وعليه رشه بسيطه من الملح، سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. هنشغل العجان بتاعنا بقى كويس. هنفضل نعجن في العجينه لمده 7 دقايق. لو هتعجنيها على ايدك هتاخد معاكي من 10 ل 12 دقيقه، عشان خاطر العجينه دي بتحب العجن كويس. بعد ما عجناها بالظبط بقت بالشكل ده كده، جبنا الطبق بتاعنا مسحنا مسحه من الزيت وحطينا العجينه بتاعتنا. هتخمر لمده نص ساعه. هنغطيها بقى بالاسترتش بتاعنا وهنسيبها بقى تخمر. بعد نص ساعه خمرت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله اللهم بارك. جبنا بقى ايه، عندنا عجوه لقيناها في درج التلاجة، قلنا نعمل شويه بالعجوه وشويه ايه بالسكر والقرفه. العجينه بتاعتنا بقى هنكور بقى معانا 24 قطعة، ما شاء الله اللهم بارك. نص كيلو عمل معانا 24 قرصة. هنكور كده بالشكل اللي احنا شايفينه دوت كده على طول. هنحطه بقى على الرخامة بتاعتنا وهنغطيه بقى ايه بستريتش او بفوطة عشان العجينة ما تنشفش مننا. هناخد اول كورة كورناها هنفردها بايدينا، احنا مش هنشتغل بنشابة ولا باي حاجة. وهنجيب العجوه بتاعتنا اللي احنا مكورينها نفردها بايدينا كده بالشكل ده، ونحطها على القرصه بتاعتنا ونقفل القرصه كده بالشكل ده كده، ونلفها دوريه زي ما احنا شايفين. وهنفردها بايدينا فرده بسيطه خالص. هنجيب الصاج بتاعنا رشين بس رشه بسيطه من الزيت وهنرص فيه الايه القرصه بتاعتنا. هنعمل برضو واحده كمان معاكم بالشكل ده كده. هنفردها فرده بايدينا وهنفرد العجوه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنقفلها كويس وهنروح مكورينها بايدينا وهنروح مبططينها ايه بسيط كده، وهنحطها في ايه في الصاج بتاعنا. هنجيب بقى 3 معالق كبار من السكر، عليهم معلقه من القرفه، وطبق فيه شويه من الميه، وطبق فيه سمسم وحبه البركه. هناخد جزء من السكر والقرفه هنحطهم في القرصه بتاعتنا بالشكل ده كده مع حي على الصلاه حي على الفلاح. هنقفلها كويس بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده وهنكورها. هنروح قبل ما نكورها بقى ايه يعني بعد ما كورناها نغطسها في الميه، وبعد كده من الميه للسمسم ونفرد بايدينا فرده بسيطه بنفس الشكل اللي احنا شايفينه كده. الصاج برضو التاني رشه من الزيت. احنا فصلنا بقى ابو سمسم لوحده وابو سكر وقرفه لوحده وابو عجوه لوحده. هنعمل واحده كمان معلقه صغيره من السكر والقرفه وهنقفلها كويس. هنغطسها في الميه ومن الميه للسمسم بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هنرصهم بقى في الصاج. بعد ما نخلصهم هنسيبهم يختمروا لمده نص ساعه. هنجيب بقى طبق فيه شويه من معلقتين كبار من اللبن، وهنمشي من فوق القرص معجوه. احنا فتحناها فتحه بالسكينه كده من فوق بس بسيط، وهنحط عليهم اللبن على طول كده من فوق على الوش على طول. وهنجيب ام سكر وسمسم بالشكل اللي احنا شايفينه ده، رشه بسيطه بس ايه من اللبن كده فوق، حاجات بسيطه كده ايه دهنينها. هندخلهم الفرن على درجه حراره 180. هنشغل الرف التحتاني لمده 10 دقايق. اول ما تاخد لون بسيط من تحت هنشغل الشوايه. خدت بالظبط 20 دقيقه. بعد ما طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين ام سكر وقرفه عامله ازاي وام عجوه، ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا الكميه دي لو هتشتروها من بره هتشتروها بكام يعني. بصوا حاجه جميله ونظيفه وضامنينها عشان خاطر ولادنا وعشان خاطرنا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي دي حياتي وده شغلي. بحبكم.